هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا متابعي إذاعة بيار اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا برنامج طبي توعوي بنستضيف فيه أطباء لنسلط الضوء على بعض الأمور أو بعض الأمراض لنحكي فيها ونناقش فيها لا تستفيدوا منها. ضيفي بهالحلقة الدكتور دانيش حاج إبراهيم، اختصاصي بأمراض الدم والأورام. خلونا نحن وأنتو نرحب بالدكتور دانيش. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا لك لتخصيص وقتك أيضا وتلبيتك لدعوتنا. شكرا كثير. مستمعينا للي حابب يسأل أو حد عنده سؤال عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب عبر رسالة 093 82 80 81 4 أو عبر بثنا المباشر بويار عربي عبر كومنت فيكم تبعتوا سؤال وإن شاء الله رح نجاوب بآخر الحلقة. بتشكر أيضا زميليني أفانو أرينو بالو على البث المباشر وال FM أيضا. رح أكون معكم أنا كمان عماد خلف من وراء الميكروفون. دكتور، بما أنه تخصص هذا الشهر شهر أكتوبر تشرين الأول بسرطان أو خلينا نقول سرطان الثدي، يا ترى شو سبب تخصيص هذا الشهر هذا كقصة وكمدخل لموضوعنا؟ شو أسباب سرطان الثدي؟ شو الأعراض اللي عم تظهر على مريضة أو مريض سرطان الثدي؟ كيف بتشخصوا أنتم الأطباء؟ العديد من الأسئلة رح نطرحها، ولكن مدخل لموضوعنا، يا ترى ليش تم تخصيص هذا الشهر بشهر سرطان الثدي؟ تمام، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. القصة بتعود لثمانينات القرن العشرين، تقريبا عام 1982 تقريبا. في سيدة أمريكية اسمها ماري، كان أختها مصابة بسرطان الثدي، ولما كشفت سرطان الثدي لأختها كانت مرحلة أخيرة، وللأسف يعني توفت أختها بسبب سرطان الثدي. كان بالنسبة صدمة نفسية للأخت. العائلة كانت عائلة ميسورة ماديا، كانت يعني عائلة معروفة بالمنطقة، فحبت انه القصة اللي مرت فيها اختها ما تمر بها غيرها من النساء. من خلال المعالجات اللي كانت تعالج اختها، الاطباء كانوا عم يقولوا انه اختها مرحلة اخيرة، انه ما كشفوها مبكرا. فهي كانت عم تسأل أسئلة إنه نحن إذا كشفناه بمرحلة مبكرة يعني فينا نقضي عليه. الأطباء قالوا إيه، يعني بشكل أكيد يعني مرحلة باكرة سرطان الثدي بيقضوا عليه. فهي قامت بحملة توعية لمجموعة من النساء، تخبرون إنه الكشف المبكر، الفحص الذاتي للثدي، إجراء الإيكو، إجراء الصور بمرحلة مبكرة لكل نساء حتى لو غير عرضية، كل 6 شهور بيؤدي إلى كشف مبكر عن سرطان الثدي وبالتالي معالجته. مجموعة من النساء التزموا بالحكي. هاي السيدة تقريبا كان عددهم شي 100 سيدة، يعني التزموا بالحكي وفعلا كشفوا إنه من خلال الفحص تبين إنه معهم كتلة ومعهم سرطان ثدي. عالجوا حالهم، وبعد بنهاية العلاج تم القضاء على سرطان الثدي لهؤلاء حوالي 100-120 امرأة، وتم القضاء عليهم. فهن كمان حبوا يبرهنوا العالم انه نحن اصبنا بسرطان الثدي وشفينا منه، الحمد لله قضينا عليه وشفينا منه. هالحكي بعدين صار بالتسعينات، يعني احنا كنا بالثمانينات، هن كشفوا المرض وتعالجوا، صار التسعينات تأكد 100% انه شفوا من سرطان الثدي حوالي تقريبا 1991. فقرروا بيعملوا شيء اسمه ماراثون او مشي. نعم. من أول مدخل البلاد لآخر البلاد مشي، 100 سيدة بتمشوا. سبب المشي نحن قضينا على سرطان الثدي. هذا سبب المشي، لأنه نحن كشفناه بمرحلة مبكرة وقضينا على سرطان الثدي. هذا الماراثون أو هذا المشي كان بشهر أكتوبر وكان بأمريكا، فهيك بالذات حددوا هالشهر. العالم كلها شافت هالمشي وصارت إذاعة تصور، وحددوا هالشهر شهر أكتوبر للقضاء على سرطان الثدي.
بيميز هالشهر باللون الوردي. سبب اللون الوردي بيميز الأنوثة. اللون الوردي كمان اختاروه لأنه نحن إذا قلنا بتشريح الثدي راح نشوف أنه الغدد الحليبية والقنوات الحليبية بتكون على شكل وردي، فاختصوا هذا اللون باللون الوردي. اللون الوردي هلأ أغلبية دول العالم، أغلبية الأماكن الصحية، المراكز الطبية بتزين مناكرها باللون الوردي. تدعي المجتمعات كلها بتدعي إلى إجراء فحوصات مجانية، إلى إجراء حملات توعية، برامج مثل برنامج تابعكم، برامج للتثقيف للتوعية لأغلبية النساء. حقيقة قصة كتير حلوة وفيها عبرة أكيد يعني. تمام. نتمنى الكل يكونوا استفادوا، حتى هي كانت مدخل لموضوعنا. دكتور، لنعود لأسباب سرطان الثدي. هالعضو هذا يعني فينا نقول عضو نبيل عند المرأة يعني. تمام. هلا سرطان الثدي صراحة صار السرطان رقم 1 سرطان الأشياء عند النساء. بس ما بيخلى الأمر، نحن عم نشوف حالات سرطان ذكور. يعني أنا من خلال فترة اختصاصي بمدينة القامشي شفت 3 حالات سرطان ذكور. يعني كنا نشوف مرضى البيروني من باقي المحافظات، بس عم بحكي على مجال إنه سرطان عند ذكر، سرطان ثدي. السبب الأساسي لسرطان الثدي هو هرمون موجود بالجسم اسمه هرمون الأستروجين. زيادة كمية هرمون الأستروجين بيؤدي إلى زيادة تفعيل الخلايا، تكاثر الخلايا. زيادة تكاثر الخلايا مع مرور الزمن يؤدي إلى أن التكاثر يصير شيء غير مسيطر عليه، وبالتالي يتحول إلى سرطان. شو الأسباب اللي ترفع هرمون الأستروجين؟ أكثر سبب يرفع هرمون الأستروجين النسيج الشحمي يتحول من الاستقلابات إلى هرمون أستروجين. فلهيك حددوا السبب الأول لسرطان الثدي هو البدانة، إن المرأة تكون عندها وزن عالي، خاصة إذا كان كمية الوزن شحمية عندها بدانة. فاكتشفوا أن البدانة بتأثر تقريبا ل 10 ل 12% من أسباب سرطان الثدي. في أسباب تانية هي الوراثة كمان بتلعب دور. الوراثة تلعب دور كمان من 8 ل 10%. يعني نحن بنجيب 100 سيدة، كانوا جابوا 100 سيدة مع سرطان ثدي كعينة، شافوا انه 8 ل 10% كان عندهم حالات وراثية. ف8 ل 10% تعتبر نسبة كبيرة. السبب الأساسي راح يضل مجهول السبب، بس انه في هدول الأسباب المحرضة للشيء. الشيء المحرض واللي هو يعني صار طاغي بمنطقتنا الفترة الأخيرة هو التلوث البيئي. التلوث البيئي بيشمل تلوث الهواء. تلوث الهواء من خلال مرور الزمن. نحن هلا عم نمشي بشارع مثلا، عم نشوف بكل منطقة بكل حارة في مولدة، نشوف سيارات مازوت. باقي دول العالم ما في سيارات مازوت على فكرة. هدول هالمحروقات تفاعل مع الهواء. أول فترة نحن ما بنحس فيها، عم نقول يمكن سعلة خفيفة أكيد. مع مرور الزمن وسرطان باله طويل، 1 2 3 مع هالتلوث، إلا ما يعمل تخريب خلوي، إلا ما بيأثر على شفرات وراثية ويعمل تخرب خلوي وقبل حدوث السرطانات. الأسباب الثانية كمان موانع الحمل. في نساء تأخذ موانع حمل لفترة أكثر من سنة. يفضل يعني موانع حمل أكثر من سنة بصير لها عوامل خطورة، لأنه موانع الحمل بحد ذاتها بتحوي هرمون أستروجين، ونحن قلنا السبب الأساسي هو هرمون الأستروجين. في عوامل تانية كمان مثل التدخين، الكحول، ثبتت حوالي 1 ل 2% من الحالات. بس بشكل أساسي هي الحالات الأساسية اللي نحن حكينا عنها هي هالشي. في منهم بيقولوا انه المرأة اللي بتتزوج تصاب اكثر ولا المرأة اللي ما بتتزوج. شافوا انه الزواج والولادة بيقوى الرضاعة، بيقي من حدوث سرطان الثدي. يعني شافوا الجمهرة انه المتزوجات كانوا اقل عددا من غير المتزوجات اللي صابوا بسرطان الثدي. فهيك حددوا انه الحمل من العوامل الواقية لسرطان الثدي، وفسروا التفسير انه بالحمل في هرمون بروجسترون معاكس لهرمون الأستروجين بيخفف من كميته بأثناء الحمل بيصير. والرضاعة الطبيعية كمان، الرضاعة عند الأنثى كمان بيحرض إفراز هرمونات معاكسة للأستروجين. فكمان الرضاعة والحمل من العوامل التي تقي من حدوث سرطان ثدي بس لا تمنع. نحن نشوف أوقات يعني نساء وهن حاملات مصاب سرطان ثدي. ما في قاعدة ثابتة، بس عم نحكي على الأسباب بشكل عام. تمام. من نسبة 1 ل 2 ل 10% مو أكتر. بيبقى الأسباب الأساسية. قل لك والله 60% 70% سبب يؤهل سرطان ثدي. لا، تجي وحدة تقول أنا بحياتي لا بعيلتي ما في سرطان ثدي، ليش أنا انصب؟ ما في شيء سبب واضح حاليا. بس هدول الأسباب اللي نقول لك بنسب ضئيلة، بس اللي هي مكتشفة حاليا. طيب دكتور، الأعراض اللي بتظهر على المريضة المصابة بسرطان الثدي شو هن؟ تمام. هلا أغلبية الأعراض اللي بتظهر على مرضى سرطان الثدي هو الكتلة
بتبين عندنا كتلة واضحة بالثدي، بالجسم. وهاي الكتلة بتنكشف هلا بالوقاية والنصيحة. رح نخبر أغلبية النساء شو يساووا. عبارة عن كتلة، ميزات هذه الكتلة إنه كتلة غير مؤلمة. يعني تشوف إنه من نسيج الثدي البنت عم تلاحظ إنه في عندها كتلة، أو السيدة عم تلاحظ إنه في عندها كتلة واضحة بالسيدة، عم تحركها، عم تلمسها بإيدها، تحس إنه في كتلة هاي جديد طالعة. بس غير مؤلمة، قاسية وغير مؤلمة. هذا أهم عرض شائع على مرضى سرطان الثدي. هذا الشيء الغير المؤلم هو اللي بيأخر كشفه. لو كان مؤلم صامت، كان يعني صامت. أغلبية النساء بيقول ما دام غير مؤلم ليش تروح على الدكتور، خلاص ما عم يجعني. وهذا السبب اللي بيقعوا فخ السرطان صراحة. في أسباب تانية اللي هي مثلا في مظاهر تانية. حلمة الثدي بالعادة بتكون منظرها لبرا، الحلمة تكون خارج الثدي بارزة. يعني لما تكون في كتلة خلف الحلمة أو قريب من الحلمة بتشد حلمة الثدي نحو الخلف، تصير غائرة. تمام. فغؤور الحلمة من العلامات المميزة لسرطان الثدي. أوقات من تكون الكتلة على حساب أقنية أو على حساب غدد مفرزة، فبيطلع مفرزات غريبة. بتلاحظ الأنثى على داخلياتها أو أثناء لما تعصر الثدي مفرزات غريبة ما كان شايفتها قبل. هلا اللون المفرزات شاحبة، مفرزات مدمات، خاصة إذا كانت مدمة. مفرزات نادر ما تكون مفرزات حليبية، بس تكون مفرزات رائقة المحتوى، بتستدعي إنه تعمل استقصاءات وتعمل الكشف. في عنا كمان من العلامات المميزة العقد تحت الأبط. الأنثى تلاحظ تحت أبطها في عقدة قاسية، بيكون هالعقدة مؤهبة لكتلة سرطانية بالثدي حتى لو ما انكشفت الكتلة بالثدي. في بعض الإناث عندهم الثدي ذات حجم كبير، فبيكون كتلة غير ملموسة صراحة، غائرة بالعمق. صح. ففي عقدة تحت الإبط هي أوقات تكشف إنه احتمال يكون في كتلة. أيوة، تنبه إنه في كتلة بالثدي، يمكن تكون هالكتلة غير سليمة. هلا هدول كلهم بنشوفهم بالمراحل الباكرة. بالمراحل المتأخرة إذا الأنثى ما راقبت حالها، إذا المرض انتشر فرح يصير عندنا أعراض الانتشار. الثدي أكثر شيء بيحب صراحة العظم وبيحب الرئة، فبينتقل العظم، فبيصير عندنا آلام عظمية. يعني آلام، نفكر بعض المرضى كانوا يراجعونا بالشكوى إنه يمكن يكون ديسك بين الطبق، إنه يكون فقرات مخربة بعد آلام عظمية. أعراض رئوية، ضيقة نفس، سعال، أو أعراض هضمية انتقلت للكبد. في حالات تنتقل للدماغ، بيصير عندنا أعراض عصبية. فهاي حسب مكان الانتقال. لما المريض يصير انتقالي رح يبلش عنده الأعراض العامة اللي بنشوفها عند المرضى الانتقاليين، اللي هي سوء الشهية، ما في شهية، نقص وزن شديد شي 10 كيلوات خلال شهرين، دنف، نحس المريض تعبان، صار يعني بالعامية لحمة وعظمة، ما في شهية أبدا، نقص وزن، حرارة، تعرق. هاي الأعراض العامة. شحو بيصير هاي الأعراض العامة اللي بنشوفها بالمراحل المتأخرة. تماما. دكتور، بعد ما حكينا بخصوص الأعراض، كطبيب أمراض دم وأورام، كيف بتشخصوا المريض؟ يعني آلية التشخيص يا ترى هي بالفحص السريري عندكم بالعيادة، أو في أمور خاصة مثلا مثل تحاليل، صور شعاعية؟ كيف بتجروا التشخيص لحتى توصلوا لنتيجة معينة؟ تمام. الخطوة الأولى هي إنه يكون مبادرة ذاتية من الأنثى. هاي الخطوة الأساسية للتشخيص، إنه الأنثى تجي كمبادرة ذاتية. أثناء تجي أغلبية النساء اللي بيجوا بتحس إنه يعني بيدلوا الطبيب على مكان الكتلة. نحن بالفحص السريري بنحدد مكان الكتلة، بنقسم الثدي إلى عقارب الساعة باعتبار الثدي دائري. بنحدد الكتلة على الساعة 1 أو على الساعة 10 حسب مكان الثدي. بنحدد ملمسها، إذا كانت ملتصقة بالجلد، غائرة، قاسية، عقد تحت الأبط، نعمل فحص عام للثدي. الخطوة الثانية التشخيصية هي رقم 1 هي الإيكو. نعمل إيكو ثدي. في جهاز تاني اسمه جهاز الماموغراف، بس نحن لازم نوعي النساء إنه يكون عمرها فوق 35 سنة. هاي أول خطوة. تكون أقل شي 5 أيام غير موجودة بالدورة الشهرية، يعني تكون دورة شهرية خلصت بعد 5 أيام لتعمل الماموغراف، لأنه هدول الشغلات بيعملوا تغيرات، يمكن يعني يعطي إيجابية كاذبة، شغلات كاذبة على الجهاز الماموغرام أو الإيكو. فنحن إذا كانت كتلة واضحة بنعمل إيكو للنساء تحت 35، فوق 35 بنعمل ماموغراف مع إيكو. بنحدد مكانها إنه عن جد في كتلة. الكتلة إلها ميزات شعاعية، إنه والله كتلة إلها تكلسات، كتلة منتظمة غير منتظمة. يعني 90% من الكتل اللي بتطلع بالثدي 90% كتل سليمة.
تمام. اغلبيتهم كتليفيه، اغلبيتهم اكياس، غدد حليبيه. بيكون وحده رضعت خراجات، تمام. وحده بيكون رضعت ومثلا وفطمت ابنها، ضل شويه حليب بالثدي، فهالحليب تكلس عملت لنا كتله. يعني اغلبيه الحالات سليمه، مشان ما نخوف حدا، اكيد طبعا ماشي. 10% من الحالات بيطلعوا كتل غير سليمه. صح. فإذا اشتبهنا بكتلة غير سليمة، هي الإجراء رقم 1 هي إجراء الشيء المزعج بمجتمعنا، هو الخزعة. كلمة الخزعة، مجرد ما تقول له خزعة بيخاف، بده يروح على الشام. ماشي، مع إنه بالشام كمان بيعملوا له خزعة أكيد. فهي الخطوة الأولى هو بيعملوا خزعة، أو بسموها إبرة الإف هي عبارة إبرة دقيقة. بيشوفوها إنه إذا هاي سليمة ولا مو سليمة. إذا طلعت غير سليمة فننتقل لمرحلة المعالجة. فالخطوات الأساسية إيكو ماموغرام والخزعة. الخزعة ما بتخوف، الخزعة ما بتخلي المرض ينتشر. سابقا رح نحكي موضوع ليش الخزعة بتخوف العالم. هل التفسير الأقرب لهالموضوع، سابقا ما كان في استقصاءات، ما كان في تحاليل وفحوصات. كان المريض لما يروح على الدكتور كان يروح بمرحلة نهائية. أكيد. ماشي. فلما كان يروح على الدكتور، وين كان يروح على الشام أو على أي مكان تاني، فبيقول والله معك كتلة، فبياخذوا منه خزعة. المريض لما بهالمرحلة المتأخرة راح وأخذ خزعة، مريض خلاص منتهي، متوفي. بس هن فكروا أنه أخذ هالخزعة والمرض انتشر. ماشي. فصار موضوع الخزعة، سابقا كان العالم تخاف من الخزعة لأنه كان ينعمل مرضى من مراحل متأخرة بسبب قلة توافر الاستقصاءات، فصار مصدر رعب للعالم. نحن عم نعمل خزعة، نعمل عملية ونعمل جراحة ونعمل علاجات وينتهي المريض يعني. بس لسه المجتمع ما تقبل موضوع الخزعة لهلا. الخزعة بس بدي نبه من خلال قناتكم، ما بيخلي المرض تنتشر. أهم شيء إنه المرض ما عم يخلي المرض تنتشر، بالعكس إذا ما عمل الخزعة مستحيل نعطي أي علاج. أكيد مثل الملاحظة اللي ذكرتوها عبر منبر بوير لكل مستمعينا ومستمعاتنا أو مشاهدينا، موضوع الإجراء الفحص أو الملاحظات اللي ذكرها دكتور. ولسه بختام الحلقة رح يذكر مجموعة من التوصيات للآنسات والسيدات لحتى يستفيدوا. نتمنى تشاركوا رابط الحلقة لحتى نوصل لعدد كبير من المستفيدين. هو موضوعنا توعوي أكثر مما هو. طبعا دكتور ذكر كتير ملاحظات مهمة كانت، هي من ضمنها أيضا موضوع الخزعة، هي مانا بتخوف. وحتى سبق واستضفنا طبيب جراحة عامة وذكرنا هذا الموضوع أيضا. دكتور، وصلنا لموضوع المعالجة. يا ترى وصلتوا للتشخيص، شخصتوا المريض، كيف تعالجوا؟ تمام. هلا لما نشخص المرض، نحن أول شيء بشكل عام نعمل طبقي محوري لنحدد المرض ما انه منتشر صراحة. انه اذا كان منتقل فهذا درجة رابعة، اذا كان غير منتقل فلساته درجة اولى ثانية. العلاج الاساسي لسرطان الثدي هو العلاج الجراحي. اغلبية النساء بيخافوا من استئصال الثدي، انه بيخافوا انه كمنظر يعني. أكيد. عدم تقبل الزوج، عدم تقبل المجتمع مرأة بثدي واحد، هذا موضوع مزعج. أكيد. فنحن بنقول مثل عامي، نحن بدنا العنب، ما بدنا نقاتل الناطور. فالعنب هو الشفاء. فنحن نستأصل الثدي ونقضي عليه من جذره، ما في مشكلة. بس أهم شيء نرجع لحياتنا الطبيعية، نرجع لأولادنا. هاي الخطوة الأساسية طبعا. فالخطوة الأساسية هي الجراحة. الجراحة غالبا بتشمل يمكن استئصال ثدي تام، وفي منه يشمل استئصال ثدي ربعي أو استئصال ثدي جزئي. الغاية من الجراحة هو استئصال الكتلة مع هامش أمان. يعني ناخذ نسيج من نسيج سليم من حوالين الكتلة، لنتأكد إنه الكتلة يعني إنه شيء خبيث أنا ما بدي أقرب إيدي عليه، بدي شيله وشيل حواليه كمان شيء سليم لا أعرف إني قضيت عليه. كمان بيشمل تجفيف العقد تحت الأبط. فالعلاج الجراحي هو رقم 1. بعد العلاج الجراحي ونتيجة التشريح المرضي بننتقل للعلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي لأغلبية النساء العلاج الجراحي هو علاج وقائي وليس ليس معالجة. يعني المريضة مجرد ما عملت استئصال ثدي بعد يعني ما ضل في كتلة، لكن ليش المعالجة؟ أو أغلبية النساء بيسألوا دكتور أنا شلت الكتلة وما ضل مرض بجسمي، لكن ليش المعالجة؟ المرض ما هو سهل إلا ما بيخلي خلايا هيك وهيك. فنحن بنعمل معالجة كيماوية لمنع النكس. أكيد. مشان ما تنتكس. ياما نساء رفضوا فكرة المعالجة، بعد 2 شافوا بؤر مكان تاني. فنحن العلاج الكيماوي متمم. العلاج الكيماوي له سلبية، صح إنه بيتعب الجسم، بس مزعج للنساء من ناحية الشعر، إنه بيعمل تساقط شعر. كمان نرجع الموضوع، نحن بدنا العنب، ماشي، بدنا الشفاء. والشعر هون بهالحالة متكرر، يعني مجرد ما نخلص المعالجة رح يرجع الشعر مثل الأول.
فبنعطي معالجات كيماوية. في منهم مو كامل، تقريبا حوالي 70 ل 80% بياخدوا علاج شعاعي، معالجة شعاعية متممة للمعالجة الكيماوية. والمرحلة الأخيرة هي المعالجة الهرمونية، كمان تعتمد على تحاليل نعملها على الخزعة. في منهم بياخدوا إبر هرمونية، في منهم بياخدوا حبوب 5 سنوات، في منهم بياخدوا حبوب 10 سنوات. متمم معالجة متممة للمعالجات. فعلاجنا هو 4 علاجات: جراحي، كيماوي، شعاعي، هرموني. هدول هن العلاجات الأساسية لسرطان الثدي. دكتور، باعتبارنا لساتنا بموضوع العلاج، يا ترى مثل ما سمعنا أنه مؤخرا تنفتح مركز بيختص بهالمجالات، العلاج متوفر عنا يا ترى؟ باعتبار هذا اختصاصكم، هيك لمحة صغيرة عنا. تمام. المركز انفتح تحت رعاية جمعية أطفال موجودة بحلب، وأنا استلمت المركز. صراحة المركز جابوا كمية من الأدوية وعطيناها للعالم بظرف 20 يوم، كانت كمية منيحة، انتهى كل أنواع الدواء. الجمعية هي عبارة عن جمعية خيرية معتمدة على التبرعات، يعني حسب ما فهمت منهم، فانتهى أغلبية الدواء. وأغلبية العالم هلا عم تجي صراحة ما في دواء، خلصنا كل الكمية اللي عندنا، موعودين بدواء آخر. بس مشان نطلع العالم إنه الدواء مو بإيدنا وإيد الجمعية حسب ما تقول، ما فيني أبعد شحن وشحن وهالأمور، يعني شغلات ضمن الشغلات إدارية هاي. أكيد. المركز خدمي كتير، نحن باليوم كنا نعلق 12 جرعة من بداية المركز. جرعات تعليقة كعلاج كيماوي مجاني، كنوعية العلاج فعال. حلو. أوقات العالم طالع إشاعات إنه والله الدواء خربان، دواء فاسد. لا، أنا حتى صرحت أكثر مرة إنه الدواء نوعيته منيحة. ما لنا مصلحة نعطي عالم دواء مجاني وفاسد، ما لنا مصلحة معه. المركز كله مجاني طبعا. إذا شفناه فاسد نحن نقول يا أخي فاسد، روح جي اشتريه على حسابك. بالضبط. يعني ما لنا مصلحة مع المريض، خاصة مريض سرطان، يعني ليش نظلمه؟ ماشي ونحمل ذنبه. فالمركز كان صراحة عم يقدم خدمات مجانية كسيرومات، كتعليق، كأبر، ككل شيء. حاليا إن شاء الله موعدين إنه يجي كمية دفعة تانية من الدواء، وكمان رح نكمل العلاج. نقطة مهمة كمان ذكرها الدكتور، ونتمنى إن شاء الله هالمركز هذا يستمر بخدماته لأبناء بلدنا اللي هون، لأن عم يعانوا من الموضوع المادي، موضوع انتشار السرطان بمنطقتنا. أكيد دكتور، الوقاية بأي مرض ما، في موضوع الوقاية بهذا الموضوع، شو هي عوامل الوقاية؟ عوامل الوقاية هي ضد الأسباب، يعني نحن نشوف الأسباب وعكسها هي الوقاية. تمام. نحن قلنا البدانة، فخلاص فالوقاية الأهمية هي الوقاية من البدانة. التنحيف، الرياضة، نظام غذائي جيد. فهذا بيؤدي إلى نحف المريض، إن يعني نقص الوزن من العوامل الجيدة. قلنا تدخين، إيقاف التدخين. قلنا كحول، إيقاف الكحول. مانعات الحمل، عدم بفترة طويلة الالتزام معها مع طبيب النسائية، رضاعة طبيعية، عدم التزام برضاعة صناعية. فالوقاية الأساسية هي عبارة عن بمنع الأسباب، يعني نقرأ الأسباب ونشوف شو الأسباب. البيئة تلوث بشيء خارج عن السيطرة، الوراثة شيء خارج عن السيطرة، وقت رح نقول قضاء وقدر وخلاص. أكيد. دكتور، قبل ما نختم حلقتنا بمجموعة من التوصيات، رح نشوف إذا في حدا من المشاهدين. في جيهان، أخت جيهان بعت رسالة رح نقرأها. حسب قراءتي لكثير من المقالات أنه سبب مرض السرطان الثدي هو من نقص الفيتامين، يا ريت توضح لنا، مع جزيل الشكر. أكيد رح الدكتور. هي ردت كمان، أعرف كثير من النساء المتزوجين وما أنجبوا، يعني طلع معه سرطان، يعني إن كمان موضوع عدم الإنجاب ربما. هي سؤالين هن لشخص واحد. هي أخت جيهان، يا ريت نجاوب عنه. تمام. هلا أغلبيتهم بيقولوا طبعا هذا الحكي حكي فيسبوك. كل شيء حكي يطلع على الفيسبوك، ما نوع حكي دقيق. نحن من ضمن بالFDA، منظمة صحة عالمية، بتنزل، أو المنظمة الأمريكية بتنزل أسباب من المرض بناء على دراسات بتطول شي 10 سنوات. فما طالع على الفيسبوك إنه فيتامين B19 نقصه يؤدي إلى حدوث الفيروس. ما في شي دراسات مؤكدة لهذا الشيء حاليا أبدا. تاني السؤال بظن انه ما في شيء، قلنا ما في قاعده ثابته ماشي. قلنا في نساء وهن حامل عم يصابوا بسرطان، يعني انا شفت كذا حاله هي حامل وصابت بالسرطان، وقلنا الحمل من العوامل اللي تقي. فشفنا انه شو هذا صار حكي مناقض، ما في قاعده ثابته. بس خلال الجمهره الاحصائيات اللي عملوا شافوا انه المتزوجات اقل اصابه من غير المتزوجات. تماما. راح نختم حلقتنا دكتور بمجموعه من التوصيات والنصائح للآنسات وللمتزوجات والسيدات. النقطه الاساسيه لكل سيده تعمل فحص ذاتي للثدي. يمكن فحص ذاتي شيء مزعج،
ما وحده ما بتحب تفحص حالها انه توسوس من الموضوع، بالضبط نقول لك كل شهرين كل 3 أشهر فحص ذاتي للثدي اثناء الحمام او اثناء اي شيء، تعمل فحص ذاتي للثدي. الغايه منه تفهم تضاريس الثدي، لانه اذا صار تغير شديد اي كل وحده صار تضرب جسمها. اذا المراه فحصت ثدي راح تفهم انه ثدي ملمسه صار يعني صار عندها خبره بفحص الثدي تبعها طبعا. فاذا بين شيء صغيرها حبه صغيره راح تكتشفوا انه هاي ما كانت موجوده قبل، هاي ليش طلعت، فراح تكتشفوا بمرحله مبكره. يمكن يكون ليف يمكن يكون كيس، مو شرط انه نقول، بس الفحص الذاتي للثدي هو الخطوه الاساسيه للقضاء على الثدي. اتمنى كل مريضه عملت فحص ذاتي للثدي شافت تغير بسيط فورا تراجع طبيبه. نحن هلا في عندنا مركز ماموغراف ومركز ايكو مجاني بيعمل ايكو مجاني، يعني اذا خارجي عملناه بيكون شيء 20-22 الف ليره سوري. في مركز مجاني بس تروح على المركز تعمل تصوير لحالها بهالموضوع. الخطوه الثانيه هي عدم الخوف انه يطلع معها شيء مو منيح. اغلبيه النساء بيخافوا انه يكون معها مرض مو منيح، يعني رح نقول انه كاتبه رب العالمين هو اللي بيصير، نتوكل على رب العالمين. هاي ثالث شيء. في تغلة ثالثة رح نوصي فيها انه اغلبيه النساء اللي بيعملوا استئصال ثدي اليد اللي فيها المكان اليد يفضل عدم استعماله ابدا، لا للضغط لا لسحب الدم لا للسيرومات. إراحة الطرف، عدم حمل اطفال، عدم غسيل، عدم كنس. هالايد مع مرور الزمن يصير في عندها تورم، هالتورم ما له علاقه بالمرض بس تورم وزمات يعني وزمي. فيفضل إراحة طرف العمل الجراحي. هدول التوصيات اللي نحن بنقولها للنساء. بنهاية الحلقة واللقاء بتشكر دكتور دانيش حاج إبراهيم اختصاصي بأمراض الدم والأورام على اللقاء القيم والمعلومات القيمة. تسلم وشكرا لك. للأسبوع الجاي وضيف جديد وحلقة جديدة، خلوكن معنا وتضلوا بخير وسلامة بخاطركم.